وأول خبر معانا بحسب صحيفة آس الإسبانية فإن أندرياس سيتغيب عن الملاعب لمدة 3 أسابيع، وبالتالي سيتغيب عن المباراة ضد ريال مدريد. الخبر اللي بعد كده بحسب بيان رسمي من جانب برشلونة فإن اللاعب فيتور روكي انضم إلى فريق بالميراس بعد فسخ عقد إعارته مع ريال بيتيس. وذكرت صحيفة ذا أتلتيك الإنجليزية إن برشلونة يدرس خيار إعارة نيمار جونيور إلى الكامب نيو في الفترة القادمة بعد 8 سنوات من رحيله عن الفريق الكتالوني. الخبر اللي بعد كده وبحسب ما ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني لكرة القدم فتح إجراءات تأديبية رسميا ضد ريال مدريد. الخبر اللي بعد كده أعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي عن إصابة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم داني أثناء مباراة ريال مع في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا. وأفادت الإذاعة أن اللاعب سيتغيب عن ريال مدريد لمدة 2 شهر تقريبا، وبالتالي لن يكون متاحا لخدمات المدرب كارلو أنشيلوتي في المباريات القادمة. معنا الخبر اللي بعده رسميا قبول استئناف ريال بيتيس على طرد أنتوني. وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن لاعب ريال مدريد جولر يدرس الرحيل خلال الصيف المقبل بسبب قلة مشاركاته خلال الموسم الجاري. الخبر اللي بعده كشفت صحيفة ماركا الإسبانية حقيقة اهتمام نادي ريال مدريد بالتعاقد مع فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول، ولكن صحيفة ماركا الإسبانية نفت الأمر تماما، مؤكدة أن فان دايك لا يعد جزءا من خطط ريال مدريد على المدى البعيد. والخبر اللي بعد كده وفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية يخطط من ديزل للقاء رئيس برشلونة خوان لابورتا والمدير الرياضي ديكو في لشبونة خلال مباراة دوري أبطال أوروبا ضد بنفيكا لمواصلة المحادثات بشأن تمديد العقد بتاع لامين يامال. الخبر اللي بعد كده كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الدوري البولندي ليفاندوفسكي ضمن استمراره مع برشلونة حتى نهاية الموسم المقبل بشكل تلقائي. الخبر اللي بعده وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم وهي الجهة المختصة التي تحدد قوانين كرة القدم على تغيير قانون احتفاظ الحراس بكرة القدم في الموسم المقبل. ومعنا الخبر اللي بعده الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبة على ريال مدريد بسبب ما حدث في مباراة مانشستر سيتي في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025، حيث فرضت غرامة قدرها 30,000 يورو على ريال مدريد بسبب السلوك التمييزي لجماهير مباراة الإياب ضد مانشستر سيتي، وخاصة الهتافات ضد بيب جوارديولا.